من الصوم والصلاه باستمرار، جمعت 40 بنت لنفس العمر ليها حبوا يعيشوا الحياه دي. فجم هنا في المنطقه دي اختيار ربنا في الوقت ده، عشان كده بيطلق على المنطقه دي منطقه البراري، يعني ارض فاضيه بور ما فيش فيها حاجه. فجه ابوها لانه راجل كان ثري جدا بنى لها بيت، والبيت ده كان بالتحديد في قطعه الارض الفاضيه يمين الدير بره اللي بيقف فيها الباص. عمل لها بيت من افخر انواع البناء في الوقت ده. عاشت القديسه دميانه وال40 بنت معاها يصوموا ويصلوا باستمرار، وما اعتمدتش على صلوات ابوها. عاشوا حياتهم من الصوم والصلاه باستمرار. بعد كده الوالي مرقس ابو القديسه دميانه كان بيجمع الحصيله بتاعته من الاموال والاطيان، لانه كان بيتبع الولايه الرومانيه. فكان زي ما عندنا محلات ولا اي حاجه النهارده بندفع عليها الضريبه بتاعتها للدوله، هو كمان كان بيجمع الحصيله بتاعته دي ويروح يدفع للامبراطور في الزانس في روما. وفي الوقت ده قالوا له ان له بنت اسمها دميانه بتتعبد في وادي الزعفران، وهي اللي مؤسسه حياه الرهبنه، وهي كمان اللي هي عايشه في المنطقه دي. فبعت مجموعه كبيره جدا من العساكر والجنود علشان يعذبوا القديسه دميانه. في البدايه اغروها بالجاه والمال اللي هي رفضته في البدايه، لكن هي فضلت متمسكه بايمانها. بداوا في مرحله عذابات ليها. استمرت عذابات القديسه دميانه فيما يقرب من 3 سنين. طبعا قصوا شعرها اللي هو تاج البنت، قطعوها جابوا مواس وبداوا يقطعوا في جسدها. جميع انواع العذابات المختلفه، وزي ما حضراتكم كلكم شفتم ازاي كان في استشهاد حقيقي موجود في ارض ليبيا، نفس اللي حصل مع القديسه دميانه.